مرحبا، السلام عليكم. معكم دكتور محمد الفاتح في حلقة جديدة من برنامج التحضيري المقدم لكم من شركة سباركو للسياحة العلاجية ولتجهيز الطلاب المسافرين للدراسة في الجامعات الروسية. ازيكم؟ حنحاول نطلع برا المود العادي ده، نطلع في الشارع وبرضه حنتناقش في حاجة جديدة. هنتكلم في التحيات. حنبدأ بالتحيات باللغة الروسية. حبيت أنوه لنقطة اللي هي مرحبا ومرحبا. مرحبا العادية اللي بتكون بين الأصحاب وناس البيت والزملاء في الشغل اللي بتلاقيهم كل يوم أو المعارف، ومرحبا الثانية اللي بتكون رسمية. فاحنا حنبدا بمرحبا الرسميه ونواصل بقيه التحيات. كذلك كنت حبيت انه اقول لكم ان الترجمه المتخذه هنا ده ليست ترجمه لفظيه، عشان كده او مش ترجمه حرفيه، انما ترجمه عشان تتناسب مع النسق العربي اللي احنا بننطقه في صباح الخير، مساء الخير وكده. لكن في نهايه المقطع خديت الترجمه لكل الكلمات عشان نعرف الترجمه الحرفيه. يلا نشوف. Здравствуйте. مرحبا. Привет. مرحبا. Доброе утро. صباح الخير. Добрый день. يوم سعيد. Добрый вечер. مساء الخير. Доброй ночи. ليلة سعيد. До свидания. إلى اللقاء. الصباح утро, يوم день, مساء вечер, ليل ночь, طيب أو خير добрый, إلى до, لقاء свидание. اسم الإشارة مهم جدا، وحوريكم ليه. لأنه دي يعني كلمة حرفية، أنت بتأشر بصباعك وبتقول الكلمة دي عشان الناس تبدأ تفهمك. فأنت فنفترض إنك ما بتعرف روسي، وصلت روسيا، حتتخاطب كيف؟ بالإشارة وتقول إيتا. Это книга, это карандаш, это дом, это ключ, это курица, это хлеб, это кровать, это папа, это суп, это сумка, это мама, это я. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة في القناة وتفعيل الجرس. الآن للناطقين باللغة الروسية. هذا كتاب، هذا قلم رصاص، هذا بيت، هذا مفتاح، هذه دجاجة، هذا خبز، هذا سرير، هذا أب، هذا حساء، هذه شنطة، هذه أم، هذا أنا.